في مفاجأة من العيار الثقيل، النادي الأهلي يعلن رسمياً تعاقده مع أسطورة برشلونة تشافي هرنانديز كمدير فني جديد للفريق الأول. وتشافي يصل إلى القاهرة وسط استقبال جماهيري ضخم. هل يبدأ عهد جديد من الهيمنة الكروية للأهلي؟ التفاصيل في هذا الفيديو. تشافي هرنانديز أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم وأحد أهم أساطير برشلونة. بعد مسيرة حافلة بالألقاب كلاعب، دخل عالم التدريب من بوابة السد القطري، ثم عاد إلى بيته كمدرب لبرشلونة. ورغم التحديات، نجح تشافي في تحقيق لقب الدوري الإسباني مع البارسا قبل أن يقرر خوض مغامرة جديدة، ولكن هذه المرة في القارة السمراء. النادي الأهلي زعيم القارة الإفريقية كان يبحث عن مدرب قادر على الحفاظ على الهيبة القارية وتطوير أسلوب اللعب. وبعد سلسلة من المفاوضات السرية، أعلن النادي رسمياً التعاقد مع تشافي بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد. صباح اليوم وصل تشافي إلى مطار القاهرة الدولي وسط حراسة أمنية مشددة واستقبال جماهيري غير مسبوق من عشاق القلعة الحمراء. الجماهير هتفت باسمه ورفعت لافتات ترحيب مكتوب عليها مرحباً بك في نادي القرن. وخلال المؤتمر الصحفي، عبر تشافي عن سعادته الكبيرة بالانضمام للنادي الأهلي، مؤكداً أنه جاء لقيادة مشروع كبير يهدف للسيطرة على الألقاب المحلية والقارية وربما العالمية. وأضاف: أعرف حجم هذا النادي، أعرف جماهيره، وأنا هنا لأقدم كل ما لدي. من المنتظر أن يبدأ تشافي قيادة تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، استعداداً للموسم الجديد الذي سيكون بكل تأكيد مليئاً بالتحديات والطموحات. أنا سعيد جداً بتواجدي هنا في القاهرة، وسعيد بتواجدي في هذا النادي الكبير، نادي الأهلي. لقد سمعت كثيراً عن هذا الكيان، عن تاريخه، عن جماهيره، وعن نجاحاته الكبيرة على مستوى إفريقيا والعالم العربي. عندما جاءني عرض الأهلي لم أتردد كثيراً، لأنني أعرف جيداً قيمة هذا الفريق وحجم التحدي الذي ينتظرني هنا. أنا أحب التحديات، وهذه واحدة من أهم المحطات في مسيرتي التدريبية. جئت إلى هنا من أجل مشروع حقيقي. الأهلي لا يبحث فقط عن الألقاب، بل يريد تقديم كرة قدم ممتعة، حديثة، منظمة. هذا ما أسعى إليه، وسأعمل بكل طاقتي لتحقيقه. الجماهير كانت مذهلة من لحظة وصولي. شعرت بحبهم وحماسهم الكبير. هذا يعطيني دفعة قوية جدا، ويحملني مسؤولية مضاعفة. سأبدأ فوراً مع الجهاز الفني في التحضير للموسم الجديد، وسنقوم بدراسة الفريق جيداً وتحديد احتياجاتنا والعمل على تطوير أسلوب اللعب. لدينا أهداف محلية وقارية، ونريد تمثيل مصر وإفريقيا بشكل قوي حتى على المستوى العالمي. رسالتي للجماهير: ثقوا في الفريق، ثقوا في العمل الذي سنقوم به. أنتم القلب النابض لهذا النادي، وسنقاتل من أجلكم في كل مباراة. فهل ينجح تشافي في كتابة فصل جديد من المجد في تاريخ الأهلي؟ وهل نرى لمسة التيكي تاكا على الملاعب المصرية والإفريقية؟ شاركنا رأيك في التعليقات. هل ترى أن تشافي هو الخيار الأمثل لقيادة الأهلي؟ ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك آخر أخبار الكرة أول بأول.